بونجور عليكم، صباح الفل، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض لا نيجاسيون او صيغه النفي في اللغه الفرنسيه. اللغه الفرنسيه يا جماعه علشان ننفي فيها اي جمله لازم نستخدم كلمتين صغيرين كده اللي هما دو، نو وبا. نو وبا. ولو الفيرب فيه حرف متحرك مثلا زي فيرب ايمي مثلا هنحط ان ابوستروف، مش هنحط نو. لازم الكلمتين دول يكونوا موجودين في الجملة علشان تبقى الجملة منفية، ولو نسينا واحدة فيهم يبقى كده الجملة غلط مش منفية. تمام. النو بتبقى قبل الفعل زي ما قلت، والبا بتبقى بعد الفعل. ده مثل صغير كده. فعل عادي فيرب الي، جو في او كلوب، يعني انا اذهب الى النادي. وده النفي بتاعها جو نو في با او كلوب. منتهى البساطة، حطينا النو قبل الفعل والبا بقت بعد الفعل، واحنا كده نفينا الجملة بطريقة مظبوطة. المثل التاني عندنا هنا بيقول ايه؟ بيقول tu aimes le chocolat، انت تحب الشوكولاتة. فيرب aimer اوله حرف متحرك، تمام، فعشان كده هنستخدم ان apostrophe دي. هتبقى tu n'aimes، اهي محطوطة الان apostrophe، با بعدها لو شوكولا، انت لا تحب الشوكولاته. يبقى ده كده اتنين اكزامبل، واحد بفعل عادي فيرب الي اهو اللي هو في، طبعا فيرب الي، وهنا فيرب ايمي بيبدا بحرف متحرك استخدمنا معاه الان ابوستروف والبا وراه. جميل. قدامنا هنا امثله عاديه جدا، جمل عاديه في اللغه الفرنسيه وهننفيها بمنتهى السهوله. نو جوون او فوتبول، نحن نلعب كره القدم. تمام. هنحط النو قبل جوون والبا بعد جوون اللي هو الفيرب. نو جوون او فوتبول هيبقى الجملة نو نو جوون با او فوتبول، نحن لا نلعب كرة القدم. تمام. النو قبل الفيرب والبا بعد الفيرب. تمام. فيرب جوي افعال مجموعة اولى. تاني حاجة هنا عندنا nous allons au club. أول حاجة بنبص عليها الفيرب. هنا عندنا فيرب allons يعني فيرب aller. تمام كده. وهنا أوله حرف متحرك اللي هو حرف الأ، هنحط له ان apostrophe، هيبقى nous n'allons pas au club، نحن لا نذهب إلى النادي. بعد كده عندنا هنا je fais le devoir. أول حاجة برضو بنبص عليها هنا الفيرب هنا فيرب faire. je fais هنحط قدامه نو بمنتهى البساطة وبعديه با، هتبقى الجملة منفية. je ne fais pas le devoir، يعني أنا لا أعمل الواجب. آخر اكزامبل عندنا هنا elle regarde la télévision. regarde معناها يشاهد أو يتفرج التلفزيون. elle regarde la télévision هي تشاهد التلفزيون. حطينا قبلها نو قبل الفيرب نو، وحطينا با بعد الفيرب، بقت elle ne regarde pas la télévision. بمنتهى البساطة ومنتهى الخفة، يعني سامبل جدا وبسيط جدا. يبقى خلينا متفقين ان النو بتبقى قبل الفعل وبا بعد الفعل، ولو الفعل اوله حرف متحرك بنحط ان ابوستروف. عندنا هنا 3 نقط لازم نتكلم فيهم، مهمين جدا في النيجاسيون عشان نبقى غطينا النفي كله مظبوط. اول حاجة هنا عندنا النفي. اي جملة في النفي فيها حاجة من الحاجات دي، فيها دو، دو لا، دو الابوستروف، دي. اي حاجة من الحاجات دي لما بتيجي في الجملة، لما نيجي ننفي بقى الجملة تحت، ننفيها تحت بعد ما نحط النو والبا، بيتحولوا لدو او دي ابوستروف. تمام. نفس الكلام لو عندنا اداة من ادوات النكرة اللي هم ان وان ودي موجودين في الجملة، هيتحولوا برضو لدو او دي ابوستروف. وطبعا الدي ابوستروف مش محتاجة اقول ان هيجي بعدها حاجة اولها حرف متحرك. تمام. طيب لو عندنا في الجملة فيرب اتر هتفضل زي ما هي. لو عندنا في الجملة فيرب اتر، دول ان وان ودي هيفضلوا زي ما هم تحت موجودين في النفي وفي الجملة العادية الافيرماتيف اللي هي مش منفية. جميل. طيب
عندنا هنا أمثلة عشان نطبق عليها الكلام ده. قبل ما نقول الأمثلة يا جماعة لازم نكون عارفين دول نحفظهم: دو، دو لا، دو الابوستروف، دي، وان وان دول بيتحولوا لدو أو دي أبوستروف ما عدا لو الجملة فيها فيرب اتر. تمام. يلا نشوف بقى أمثلة على الكلام ده. عندنا هنا أول مثل بيقول إيه؟ Je mange du gâteau. أول حاجة بنبص عليها الفيرب ده فيرب مونجي، عادي جدا نحط النو والبا في الأول، مفيش أي مشكلة. دو دي من اللي هي دو دي من الأدوات اللي موجودة فوق هنا، فدو دي هتتحول لدو أهي. Je ne mange pas de gâteau. كده نفينا الجملة بشكل صحيح. أول مثل هنا موجود فوق مكتوب إيه؟ j'achète des oranges، يعني أنا أشتري برتقال وجمع. لقينا أول حاجة بنبص عليها بنبص على الفيرب، هنلاقي إن الفيرب ده أوله حرف متحرك، يبقى في الحالة دي هنحط أن أبوستروف قبل الفيرب وبا بعد الفيرب، هتبقى جو ناشيت با. تاني حاجة لقينا هنا دي، تمام، هنحولها تحت لدي أبوستروف. ليه؟ لأن أورانج أولها حرف متحرك، هتبقى جو ناشيت با دورانج. يبقى احنا كده نفينا الجملة بطريقة لطيفة. طيب لما نيجي ننفي الجملة على شكل سؤال، لو احنا عندنا جملة على شكل سؤال وبننفيها بنفس الطريقة عادي جدا. tu habites à Paris، أنا بقول لواحد أنت بتسكن في باريس، أنت ساكن في باريس، هيرد عليه يقول لي إيه؟ طبعا فيرب habiter أوله حرف متحرك، هنحط الان أبوستروف قبليه والبا بعديه ونكتب نو في الأول. نو معناها لأ. نو je n'habite pas à Paris، لأ أنا مش بسكن في باريس. عادية وباري عادية بلد، هنكتب باري عادي والان ابوستروف قبل الفيرب والبا بعد الفيرب، بقت نو جو نابيت با باري. طيب عندنا هنا المثل اللي تحت بيقول ايه؟ بيقول vous avez des livres، هل انتم عندكم كتب؟ هنكتب نو طبعا لا. نو نحن. n'avons pas. ليه نافون؟ لان فيرب افوار اللي هي افي اوله حرف متحرك، هنحط ان ابوستروف هتبقى نافون با. لا احنا ما عندناش دو ليفر. ليه دو؟ علشان دي موجوده والجمله دي ما فيهاش فيرب اتر، فبقى بنحط تحت دو وبنكمل الجمله عادي. دو ليفر، لا احنا ما عندناش كتب. تمام. دي اتحولت لدو طبعا زي ما قلنا في القاعده الاولانيه. ولو عندنا هنا جمل فيها فيرب اتر زي الامثله دي كده، الامثله دي بنستخدم فيها بنخلي الارتيكل لو موجوده زي ما هي هنا كده. جو سوي ان جارسون، انا اكون ولد. تمام. ان بتنزل زي ما هي علشان موجود فيرب اتر. جو نو سوي با ان جارسون، انا لا اكون ولد. تمام. وطبعا هنا الفيرب في النص. نو سوم دي زيليف، نحن نكون تلاميذ. طالما لقينا فيرب اتر يبقى مفيش حاجه هتتغير، يبقى هنقول نو نو سوم با دي زيليف زي ما هي. elles sont des amis، elles ne sont pas، ودي زي ما هي هتنزل des amis. elles ne sont pas des amis. تمام. كده احنا طبقنا القاعدة بتاعتنا، طبقنا القاعدة دي اللي هي بتاعت الارتيكل اللي قدامنا اللي بتتحول لدو دي ابوستروف، وطبقنا قاعدة ان وان ودي بتتحول لدو او دي ابوستروف ما عدا لو في الجملة فيها فيرب اتر بتبقى زي ما هي. تمام. وكمان اتعرفنا على النيجاسيون، ازاي بنعمل نيجاسيون بمنتهى السهولة. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هشرح لكم فيه تحويل الجملة العادية او جملة في النيجاتيف لسؤال والعكس. تمام. بس لازم الاول نذاكر الجزء ده كويس ونحفظه علشان نقدر نطبق عليه الجزء التاني. ان شاء الله تتعلموا الفرنسي بطريقة سهلة وبسيطة ويعجبكم ادائي ويعجبكم المحتوى. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، اكون شاكرة جدا ليكم. والسلام عليكم.